إسلام مخاتشيف يدخل التاريخ بسيطرته على فئة وزنية أكبر في مشهد صدم العالم. تفاصيل ما وقع خلال نزال إسلام مخاتشيف وجاك مادالينا من خلال هذه الحلقة الشيقة، تابعونا. أكبر انتصار لإسلام، والصادم أنه أسهل انتصار له. أثق في قدرات إسلام كثيرا لكنه فاق التوقعات، اللهم بارك. جرى الحدث الرئيسي لنسخة UFC 322، حدث كبير لقي متابعة عالمية. إسلام يدخل كمتحدي في وزن جاك مادالينا الذي كان بطل هذا الوزن. إسلام يريد تجربة نفسه في وزن أكبر، وهذا الأمر كان محط شك للكثيرين حول قدرات إسلام في أن يقاتل بأريحية وكل قوة في وزن أكبر، لكن ما حدث كان صادما. النزال استمر ل5 جولات، بخلاصة أسميها هيمنة حقيقية. إسلام هيمن على هذا النزال كاملا، لا يوجد ما أقوله غير أن إسلام جولة بعد جولة يؤمن سيطرته على مادالينا، يقوم بإسقاطه تواليا، كذلك يحد من خطورته بشكل كبير جدا. الجولات تتشابه، لكن في نهاية المطاف كلها جولات خلاصتها هيمنة مصارعة إسلام مخاتشيف. وقد قالها سابقا إسلام قبل هذا النزال، قال: سأستعمل المصارعة، سأصارع GDM، وعليه أن يتقبل ذلك. إسلام قالها بكل صراحة ولم يدعها سرا: سأصارع، وإذا كنت قادرا على كبح مصارعتي فافعل ذلك، إذا لم تستطع فأكيد سيتم السيطرة عليك. الصادم في الموضوع أيضا ليس مصارعة فقط، بل حتى الأوقات التي شاهدنا فيها القتال وقوفا والملاكمة. مادالينا معروف بملاكمته القوية، لكن إسلام كانت ضرباته أكثر نجاعة وسيطرة حتى في الوقوف. أكثر من 70% من ضربات إسلام كانت صحيحة وصائبة، فيما 30% فقط من لكمات مادالينا كانت صائبة، وهنا يظهر التفوق. كذلك بالنسبة للأسترالي، دخل هذا النزال وهو عازم على إظهار قوته، لكن أمام من؟ إسلام لا يرحم. لذلك بعدما ذاق مادالينا قوة إسلام، قرر أن يتراجع وأن يدافع عن نفسه ويكتفي بالبحث عن هجمات مرتدة، ربما الحصول على لكمة طائشة، أو ربما البحث عن الضربة القاضية خلال آخر جولة. مدربه كان يقوم بنصائح نحوه ويقول له: تقدم، ليس لديك أي شيء لتخسره، فقط قم برمي كل ما لديك من أجل الحصول على لكمة ربما تكون صائبة. إلا أن النزالات صراحة لا تسير بهذا الشكل، الحظ لا يلعب أي دور عندما تكون أمام مقاتل بتقنيات عالية جدا مثل إسلام. في المقابل حتى حبيب في زاوية إسلام كاد يجن، يصيح بقوة، تكاد تسمع صراخ حبيب وهو صارم جدا في توصيته لإسلام. إسلام التلميذ المجتهد يطبق بالحرف كل ما يقال له ولا يغامر، في نفس الوقت يسجل الكثير من التقدم، حتى أنه بعد مرور جولتين أصبح النزال متوقعا. في كل بداية جولة يقوم إسلام بإسقاط مادالينا. هناك من يتحدث عن المصارعة. أصدقائي، المصارعة من أصعب الرياضات، وأن تقوم بالسيطرة على إنسان مثلك مثله، خاصة إذا كان مقاتل وخاصة إذا كان بطلا قويا، فالأمر ليس سهلا صديقي. فقط قم بمصارعة أخيك في المنزل، لن تستطيع السيطرة عليه بذلك الشكل، ما بالك أن يتم السيطرة على بطل؟ ما فعله إسلام ليس عاديا، وإنما هذا درس يدرس. إسلام لا يكترث نهائيا لآراء الآخرين. آراء الآخرين لن تفيده شيئا، لن تزيده في حسابه البنكي ولا شيء، لذلك يفعل ما هو أنسب بالنسبة له. بلال محمد سابقا أمام مادالينا وقع في الفخ، استسلم لمطالب الجماهير وقام بتقديم الملاكمة. بلال صراحة فعل أخطاء شنيعة للأسف أبعدته عن المجال نهائيا، ولم تعد الجماهير تريده بعد نزاله ضد مادالينا، لأنه كانت له تصاريح غريبة. مثلا قبل مواجهة مادالينا قال: أنا لديه ملاكمة كانيلو ألفاريز، وعندما قام باستعمال الملاكمة فشل فشلا ذريعا، وكذلك تخلى عن المصارعة، لأن المصارعة بالنسبة للمقاتل الذي يتقن المصارعة مثل الأنياب لدى الأسد. يعني مثلا لو قمت بجلب أسد
وواجهت أسد أكيد سيفترسك، لكن إذا نزعت أنيابه فالأمر سيكون أقل خطورة بكثير، وربما تتفوق من خلال بعض التقنيات. هذا بالضبط ما يحدث مع المقاتلين أصحاب المصارعة العالية. لدي مصارعة وأقاتلك بالملاكمة، هذا يسمى غباء. إذا 5 جولات كلها لإسلام مخاتشيف. مادالينا بطل الوزن نصف المتوسط بقي مصدوما هو وفريقه مما شاهدوه، حتى أن إسلام وحبيب عند نهاية النزال ذهبوا نحو كريغ جونز من فريق مادالينا وأخبروه أنك عليك القدوم 2 أو 3 أعوام لداغستان من أجل تعلم المصارعة، لأن الجوجيتسو لم ينفعكم وخطتكم كانت فاشلة. مادالينا ملامح وجهه لم أفهمها صراحة، بقيت مستغربا كثيرا وكأنه يريد البكاء، فقط ركزوا على ملامحه وكأن هناك خطب ما يحدث معه وكأنه فقد الأمل نهائيا. وبعد نهاية ال5 الجولات التي شهدت هيمنة إسلام أصبح أسطورة وحقق اللقب الثاني في وزن أعلى في لقطة تاريخية صراحة، وفرحة عارمة مع أخيه حبيب نورماغوميدوف وسط تفاعل جماهيري كبير جدا. لكن ما كاد يفسد هذه المتعة هو الشجار العنيف الذي حصل خارج القفص. إسلام يقاتل داخل القفص وأصدقائه يقاتلون خارجا. ديلون دينيس، إذا تتذكرون هذا الوغد الذي تلقى درسا قاسيا من حبيب سابقا عند مواجهة حبيب وكونر، ديلون دينيس كان خارج القفص وقفز نحوه حبيب وقام بضربه، إلا أنه بعد مرور السنوات واليوم يدخل ديلون دينيس هذا الحدث الذي يقاتل به إسلام ويقوم بافتعال المشاكل. قام بالمرور من جانب الفريق الداغستاني ثم بدأ في تلميحات غريبة ومستفزة جدا. أكيد الداغستانيون هناك كانوا ينتظرون فقط اللحظة التي يقترب فيها، وصراحة هذا خطأ فادح جدا من منظمة UFC. هم يعلمون جيدا بأن دينيس هو شخص مطلوب لدى الداغستانيين وشخص لن يتم تركه يفلت من الغضب. فعندما دخل لأول مرة قال دانا وايت بأنه سأل عن سبب قدومه، وكذلك طلب من الشرطة أن تبقي العين عليه، رغم أن دانا وايت كان متناقضا في كلامه. قال بأن دينيس ممنوع من الدخول وفي نفس الوقت يقول أنه طلب من الشرطة أن تبقي العين عليه، لماذا تركتموه يدخل من الأول؟ المهم، عندما مر من جانب الفريق الداغستاني كان هناك تشانكو وكذلك أبو بكر نورماغوميدوف. دينيس يتقدم وتشانكو الذي لقي شهرة واسعة صراحة في أوساط الفنون القتالية المختلطة، شخص لطيف جدا لكنه تحول إلى وحش فور إمساكه ديلون دينيس وقام بإبراحه ضربا. لكمات متتالية في وجه دينيس مباشرة، ثم حتى أبو بكر نورماغوميدوف وكذلك الفريق الداغستاني كل منهم أخذ حقه من ديلون دينيس وأبرحوه ضربا جيدا صراحة أشفوا غليلنا جميعا. دينيس مثل العلقة دائما يتغذى على هذا النوع من المشاكل، يريد أن يحقق الشهرة من خلال هذا لأنه نكرة، هو ولا شيء. أكبر إنجازاته أنه واجه بول، وكذلك أكبر إنجازاته أنه صديق كونر ماغريغور، يعني شخص بدون إنجازات نهائيا ويحاول أن يركب على إنجازات الآخرين. يريد إفساد حفلة إسلام لكنه لقي ما كان يبحث عليه. الأمن تدخل وكان يفك الصراع. ربما هناك 3 أو 4 داغستانيون يضربون في ديلون دينيس، لكن الشرطة كثيرة جدا، رغم ذلك لم يستطيعوا منعهم في الوقت المناسب، حتى هم في الأخير قرروا أن يتراجعوا. دينيس أصبح يطلب فقط أن يعيدوا له حذاءه. دعونا من هذا الوقت وألف مبروك لإسلام مخاتشيف الذي استحق الفوز عن جدارة ودخل التاريخ وأصبح أسطورة. إذن إسلام مخاتشيف بطل الوزن نصف المتوسط. ما هو المستقبل بالنسبة لإسلام؟ هناك من يقول إيليا توبوريا، إلا أن إسلام بصراحة ليست له نية للنزول في الوزن مجددا، وكان قد قالها سابقا، قالها حبيب أيضا، قال بأن 70 كيلوغرام أصبح شيئا صعبا جدا على إسلام. لذلك ربما لن نرى نزاله ضد توبوريا إلا إذا أراد إسلام فعلا أن يضحي وينزل بالوزن كثيرا. هو ربما قام بطرح اسم كامارو عثمان لأنه يريد أن يتفادى النزول في الوزن وأن يبقى مرتاحا في فئة الوزن نصف المتوسط. صراحة فئة الوزن نصف المتوسط أصبح بها مقاتلون وحوش.
وحوش. وبعد مشاهدتنا لأداء إسلام، توبوريا أمام إسلام صراحة في خطر كبير جدا. أنتم ما رأيكم؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم وتعليقكم بالحلقة لتنتشر بين محبي القتال. كان معكم أمين، إلى اللقاء.